ماشي. في حاجه في الفيديو بتصور؟ صور. قسما بالله يا جماعه الامهات ديت عمر 35 يوم مع الام. عمر كام؟ 35 يوم مع الام، والام دي عشر فاضل لها 5 ايام وتولد. ودي الوزن اللي انا فاكره. عشان بس هنعرف اللي في ناس ياما هتطلع تتكلم. دي كيلو و400 جرام. هتقول لك 35 يوم جاب كيلو و400. هنقول لك دي طفرات بسبب التهجين بتاعنا. ادي طفره اهي هتلاقي وزنها قليل. حط كده ابو معتز كيلو و50 جرام. الميزان جاي تمام مظبوط مع الناس؟ جاي. كيلو و50 جرام. شلت الارنب الميزان صافي. السبب ايه؟ بسبب الطفرات والتهجين. بنهجن بالكرة 5 كيلو وشويه. الكرة 5 كيلو وشويه. دي كيلو و20 جرام، مش عارف كيلو و10 جرام. عشان الناس بس تقول انت الارنب دي جايبه حاطه كده من اللحم. عشان بس عارف انا الكلام دي. امسك كده يا معتز كيلو و200 جرام. كيلو و200 جرام. ام زي دي بتاكل علف بركات. علف مزارع بركات بنصنعه لنفسنا. خدت بالك؟ ذكر فوق ال5 كيلو داخل عليها. الام وزنها 4 كيلو ونص، وممكن تكون داخله على 5 كيلو. كيلو 150. كل دي في الصيف. النهارده كام في الشهر ابو معتز؟ 13/6. 13/6. اقل ارنب معانا جاب كيلو. دي معلش رمنا. اقل ارنب كيلو. كام؟ كيلو. حط دي وشيل دي. كيلو 30 جرام. يبقى اقل ارنب كيلو. المتوسط كيلو 200. واحد بس كيلو و400. يا جماعه انا مش هكذب ولا اطلع احور على حد عشان اخد اللقطه والكلام ده. احنا مش بنعمل ترندات. احنا مش زي الناس التعبانه اللي يطلع يصور اهل بيته ومش عارف ايه عشان ياخد الترند وياخد الكلام من دي. احنا طالعين بنعرض حاجه بناكل فيها عيش. يعني لو انا بحور ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينسف كل اللي انا بعمله ده، لان انا بحور على الناس. انا الكلام ده بارض الواقع. ام عمرها 35 يوم. عشان الناس اللي بتقول لك الارنب ده عمره مش عارف كام، لا، اللي يثبت لك ان الارنب ده العمر ده ان الارنب دي انت وزنت حاجه جبت كيلو ارنب كيلو. وفي ناس يوم بتفطم ارنب كيلو، بس في طفرات بتطلع من كيلو 200 لكيلو 400. كيلو 400 دي نادر لما بتحصل. عشان بس نبقى صادق مع الناس. الكيلو 400 دي نادر. كل فين وفين الصراحة لما يطلع لأرنب كيلو 400 كل فترة بسبب التهجين. كل فترة ممكن يطلع أرنب واحد كيلو 400. مش هنقول لك دايما، لا، كل فترة ممكن يطلع كيلو 400. لكن اللي هو العملية اللي هي ظاهرة عندنا جامد الصراحة، يعني بما يرضي الله ورسوله، العملية اللي ظاهرة اللي هي كيلو 200. كيلو 200 في منها كتير بيطلع كتير. خدت بالك؟ أقل حاجة كيلو. أقل حاجة الصراحة الكيلو. اعلى حاجه اللي هي كيلو 200. لكن الكيلو 400 دي بقى مش هنقول لك هي بتطلع عندي عشان نبقى بس صادق مع الناس. ما بتطلعش عندي على طول. الكيلو 400. الكيلو 400 دي بما يرضي الله فين وفين. يعني حاجات كده نادره بتحصل، زي ما بقول لك بتحصل مره في العمر، مره في السنه، مره مش عارف كل كام سنه بيطلع نادر كده حته كيلو و400. لكن اللي بيطلع ظاهره جامده عندي اللي هي كيلو 200 بما يرضي الله. هم كام حته؟ 8 حته. بس ابو معتز ده عايز بس كده وري للناس الام شكلها عامل ازاي. الله اكبر. بسم الله. بصوا يا جماعه اللي يشوف حاجه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يزيده ويبارك. ربنا يزيده ويبارك. الام طول بسم الله ما شاء الله بجسم الله اكبر عليه. فطبعا بالله عليكم احنا شقيانين وتعبانين، وربنا هو اللي عالم بشقانا وتعبنا، لكننا احنا بنصور لهدف ان احنا نعلم الناس، والهدف الثاني ان احنا ناكل عيش. خدت بالك؟ لان انا برضو بعرض منتج وابيعه على النت بسترزق منه. من غير النت ما فيش حد يعرفنا. هي بس عشان الناس كده، معظم الناس اللي بتعرض على النت من غير النت ما حدش هيوصل لك. ماشي؟ الا لما يكون ربنا رايد بقى حد يوصل لك، لكن من غير النت ما حدش هيوصل لك. فاحنا بنصور عشان ناكل لقمه عيش بالحلال، عشان نطلع منتج بالحلال، الناس تشوفني تيجي تاخد مني المنتج بتاعي. خد بالك؟ في اللي يشوف حاجه يعني فضلا منك وليس امر عليك يقول بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك.
لان زي ما انت شقيان احنا برضه شقيانين وتعبانين، والحقيقه دي بتصرف علينا عشان نطلعها بالمستوى دي، بتصرف علينا ماديات، بتصرف علينا او بتاخد مننا وقت من وقتنا. ماشي، ممكن نقصر مع اهل بيتي ما نروحش معاهم في مشاوير عشان نقدر ان نطلع لك ارنب زي دي. ممكن نقصر مع اهل بيتي ان انا ما نقعدش معاهم في الساعه اللي هم محتاجيني فيها نقعد معاهم فيها عشان نطلع لك الشغل دي. ممكن نقصر في قله النوم ما ننامش ونتعب، ماشي، عشان نطلع لك حاجه زي دي. ممكن نطنش الاكل عشان نعمل لك حاجه زي دي. فانا بتعب عشان اطلع لك منتج زي دي، فانت تشوف الحاجه تقول بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك ويبارك، لان احنا بنتعب عشان نطلع لك الحاجه دي. طبعا حاطين نوزن كده كلها، حاطينها كام هنا؟ دوك 4 5 6 ناقص ارن. ها؟ 6 مفيش في العين عندك؟ لا يا عم ناقص 2. لحظه ايه؟ في حاجة ساقطة تحت الخط. ساقطه تحت؟ والله وقع تحت اهو، استنى نجيبه. حتتين 6 و2 8. صور كده ابو معتز. 8 جابوا كام؟ 9 كيلو. باينه عندك كده؟ 8980 9 كيلو. اللي هو الكيلو الزياده كده يعتبر 8 كيلو، والكيلو الزياده ده اللي هو متقسم على ايه؟ على البتاع، لان في ارانب كيلو وفي ارانب كيلو 150 وفي ارانب كيلو 200 وفي واحد اللي هو ايه داخل على كيلو 400. صح كده؟ هناخدهم احنا كده نفطموهم ابو معتز. تمام. يلا بينا يا باشا. هنسيب واحد؟ سيب الصغير، اصغر واحد فيهم. اصغر واحد البوكس الابيض ديت؟ ضعيف اهو. الابيض كيلو و30 جرام، اصغر واحد كيلو و30 جرام. سيبه ليه؟ عشان التهاب الرحم، التهاب الضرع، معلش. يلا بينا يا باشا. يلا يا باشا. الاول كده بس صور الناس، ارجع تاني بس عشان الناس ايه ما تقولكش دي ايه؟ دي ايه؟ 580 اللي هو وزن الايه؟ برنيك. وزن البرنيكه. وزن البرنيكه يا جماعه. البرنيكه دي وزنها كده، بتحطها بتجيب الوزن دي، لما بتشيلها الميزان بيرجع ايه؟ لوزن البرنيكه. الناس اللي فاهمه يعني في الميزان. ما بقولكش كانوا مزود حاجه في الميزان، لان في ناس اعوذ بالله. هنكتب هنا. ماشي. اكتب العين دي. شوف العين دي؟ ايوه دي. اكتب دي. حلو، بسم الله. بصوا يا جماعه هنسكنهم كلها في عين واحده. هتقول لي العين ضيقه؟ لا، العين ديت اللي هي العين المفتوحه للحم، عين واسعه. طبعا العين دي متطهره ومحروقه بالنار. عرف الناس برضه. ما بقول قول لهم مطهره ازاي؟ ما بقول لك حارقين بالنار طبعا ومطهرين. فاركول اس فاركول اس طبعا. الله ينور عليك. تمام. عشان الارنب يخش طبعا على نظافه ما يحصلوش اي مشاكل. ايه بقى يا ابو معتز اللي يخلي الارنب ديت يدي وزن كده؟ تمام. اللي هو السلاله. طبعا. وطول السلاله طويله. تمام. السلاله ايه؟ طويله. حتى بص الارنب طويل. بص الارنب ابو معتز طوله قد ايه؟ احنا لسه فاطمينه. هو دي اللي احنا بنتكلم بيه بقى، الصفه بقى وتهجين الذكوره مع الامهات. الارنب دي كان واقع في الخط. ايوه. تتعص في ثانيه. انا ما بحبش الارنب تتعص فيها والله. هو وقع في الخط. بس يا جماعه دي السلاله بتاعتنا متميزه. احنا ما بنقولش على نفسنا رقم واحد ولا الكلام من دي، ماشي، ما بنحبش النظام ده في الكلام، لكننا بنقول احنا عندنا اقوى سلاله موجوده في مصر في تحويل اللحم، من اقوى السلالات في تحويل اللحم. بنهجن من ذكوره عاليه فيها صفه تحويل فظيعه بمعنى كلمه فظيعه. الذكر وزنه فوق ال5 كيلو، خدت بالك؟ الذكر مراعيين الام، ما خلوش يشيلوا دهون، خلوا الذكر دايما يكون فيه عضلات. الذكر بيورث الصفه بتاعته للامهات وللخلفه، عشان كده الخلفه بتطلع وزنها زي الذكر وزن عالي. حبيت اوصل لكم المعلومه واعرفكم ايه هو سلالة بركات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.